كي تحترم نفسك فورسيمون الناس راح تحترمك، ولكن كي يعرفوا صح بلي انه ندير ملاكمه بوعلام رميسة ملاكمة جزائرية من ولاية البوليدة، متأهلة للألعاب الأولمبية بباريس 2024. بديت الملاكمة في العشوية شوية متأخر على 18 ملي كنت ندير كاراتي من قبل، سي بوغ سا ما كانش عندي بزاف صعوبات باش ننجح في لابوكس. الصعوبات اللي واجهتها في المسار الرياضي تاعي هي انه الرياضي ذو المستوى العالي ما يكونش عنده بالك حياة شخصية ولا حياة مع العائلة. التضحيات اللي نقدموها بزاف للرياضة، التدريبات، سورتو حنا لي بوكسور نديرو بزاف ريجيم، وكاين دي فوا في البدايه توعي نقص الامكانيات، الصعوبات اللي نواجهوها ثانيك مع النظره تاع المجتمع انه طفله دير الملاكمه والى اخره. المنافسات العالميه انا تجارب توعي ماشي بزاف شابين. عندي بالك ا 3 ريبريز لي شامبيونات دو موند تاعي توجور نبوكسي مع لا شامبيون دو موند من البلد هذاك المنظم. في الروس ان 2019 بوكسيت مع الروسيه وهي اللي داتها شامبيون دو موند في الروس، و ان 2022 في الترك بوكسيت الكومبا الاولى تاعي مع الجابون ربحت، والدوزيام طحت مع تركيا في بلادها ثانيك، وكانت ديجا فيس شامبيون اولمبيك وهي اللي خرجت لا ميداي دور في هذيك شامبيونات دو موند. وغيسامون برك ان 2023 في الهند كيف بوكسيت مع هنديه وهي اللي داتها شامبيون دو موند، ويعني كانت شويه على الاربيتراج، ما نقولكش ربحت كامل لي كومبا، مي كاين دي كومبا اللي سرقوني فيهم. وثانيك لي جوز اولمبيك هي منافسه عالميه، كانت تاهلنا لا بروميير فوا في التاريخ ان 2020 طوكيو، اللي كانت عندي تجربه بزاف شابه فيها، ونتمنى من كل رياضي انه تسمح له الفرصه باش يشارك في الالعاب الاولمبيه. الميداليه اللي فرحت بها بزاف هي لا ميداي تاع لي جو ميديتيرانيان في الجزائر اللي كانت في وهران، انه سنحت لنا الفرصه باش نبوكسيو قدام الجمهور تاعنا، وفما عرفنا باللي الجمهور عنده دور في الريزولتا تاع الاتليت وميم البيرفورمانس. ومن هذيك اللي بدات البدايه تاع عرفوا الشعب الجزائري انه كاين ملاكمه في الجزائر وكاين مستوى في الملاكمه النسويه. في التعامل تاعي مع الناس ما نتعاملش بصفتي ملاكمه ولا بطله ملاكمه. كي تحترم نفسك فورسيمون الناس راح تحترمك، ولكن كي يعرفوا صح بلي انه ندير ملاكمه يتفاجئوا نوعا ما. كاين بزاف ناس ما يامنوش بلي انا ندير الملاكمه. دائما نسي نمد ايماج شابه على الملاكمه ولا على الرياضه القتاليه بالنسبه للفتاه. الميداليه اللي حابه نتحصل عليها هي ميداليه اولمبيه، وحلم اي رياضي جبري ربي اي رياضي راح يكون عنده نفس الراي تاعي انه يتحصل على ميداليه اولمبيه. نصيحه البنات اللي حابين يبداو الملاكمه نقول لهم ما يخافوش، الملاكمه رياضه مثل الرياضات كيما هي، كيما الكاراتيه كيما الجودو. او كونترير لا بوكس انا بوغ موا بالك هي مدرسه للحياه. نشكركم على هذا الانترفيو، على هذه الاستضافه، ونتمنى لكم كل التوفيق.